المبيض. وظيفة المبيض هو إنتاج البويضات. طب هل المبيض شغال كده من نفسه ولا في حد متحكم فيه ومنظم له عمله؟ المبيض مش شغال كده من نفسه، بيتحكم فيه غدة بنسميها الغدة النخامية اللي هي المايسترو، والغدة دي بيتحكم فيها حاجة في المخ اسمها الهايبوثالاموس اللي هي تحت المهاد. تحت المهاد ده بيفرز هرمون الجي ان ار اتش اللي بيروح للغدة النخامية ويقول لها طلعي الاف اس اتش اللي هو الهرمون المنشط لتكوين البويضة في المبيض، وكمان بيخليها تطلع هرمون ال اتش اللي هو هرمون التبويض. فأي مشكلة من فوق لتحت كده من أول الهايبوثالاموس للغدة النخامية للمبيض هتعمل تغير في مستوى الهرمونات دي وهتسبب اضطرابات في التبويض، وبالتالي هيحصل تأخر في الحمل، وده يمثل حوالي 25% من حالات تأخر الإنجاب. ومن أشهر المشاكل دي هو تكيس المبيض وتغير في مستوى هرمون الغدة الدرقية وارتفاع في مستوى هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن، وكمان فقدان الوزن بشكل كبير أو زيادته بشكل مفرط، وبطانة الرحم المهاجرة في المبيض، وتقدم عمر المرأة. كل الأسباب دي بتعمل اضطرابات في التبويض في المبيض وبالتالي بتأخر حدوث الحمل.